الفكره انك انت محتاج تنزل تحت القشره بشويه. معنى ايه؟ انت ممكن ترفض، مم. انت محتاج تتجاوز فكره الرفض، او فكره انك انت شايف حاجه مش عاجباك فهتقاطعها. مم. انا هقاطع، انا مش عارف ايه، ماشي، ده اختيار. انا على مم. فكره، لما حد مثلا بيقول لحد نازل انتخابات يقول انا هقاطع، ما اعرفش ايه، اقاطع يا عم، انا مش مشكله، فكره مم. عادي يعني. ده اختيار يعني، مش هنقعد بقى ايه نتجادل في قرار حد. مم. انا مش عايز اشارك، انا عايز اقاطع، ما اعرفش اقاطع يعني. لكن الفكره انك انت لو انت عايز تبقى جزء من ده، معناه انك انت شايف مشكله معينه، شوف ملف معين مش عاجبك، وابتدي بقى انخرط مع مع حد تتكلم فيه. انت واحد بتفهم في الاقتصاد، انت واحد بتفهم في الطب، انت مم. واحد عندك نظره في فكره الضرايب، عندك نظره في فكره التامين الصحي، مم. عندك نظره في فكره البترول وكيفيه تنميه الموارد، عندك نظره في النمو العمراني. الملفات الفنيه فيها مساحه. مم. الخناقات السياسيه ما فيهاش قوي، مم. لكن الملفات الفنيه فيها مساحه. طب انا بقالي 15 سنه قاعد بتكلم في مواضيع عادي خالص خالص، وفي منها بينفع، في منها ما ينفعش. وده هنا بقى يخش في الموضوع التاني، انك انت تعود انك انت من كتر من كل 10 15 فكره او مقترح هتقوله ممكن يتقبل واحد، ممكن يتقبلش خالص. مم. بس مش معناها انك انت تبطل. وفي حاجه تانية جميله برضه انا بحبها، انك انت بص عليها كانك مش واحد ساعات بيروح الجيم ومش عارف ايه وكلام مم. من ده بتاع، يعني انت بتمرن دماغك، تمسك موضوع مم. تحلله، تفهمه، انت بتعمل لنفسك خدمه. ويا سلام لو الموضوع ده لقى طريقه ان حد ينفذه، هتنبسط بيه. مم. بس عشان انت جزء منها اصلا، مش قاعد فيها، صح. خليك جزء منها. صح. اصل كان واحد يقول لك انا مش عايز خلاص، انت مش قاعد معانا برضو، ولا انت قاعد في حته تانيه؟ ما تحاول يا عم.